السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة أيمن الشويط على يوتيوب. منع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من الظهور على قناة النادي. لو ترجعوا شوية كده ليومين بس، كان طلع رئيس نادي الزمالك في فيديو صغير على برنامج زملكاوي اللي بيذاع يوميا على قناة الزمالك، وصرح فيه أو طلع فيه بسبب تأجيل قضية حجز الأموال بتاعة نادي الزمالك. وصرح وقال ان انا اللاعبين 19 لاعب من كرة اليد مقدمين عندي شكوى ضد النادي علشان مستحقاتهم، وان انا هكمل باقي تفاصيل الحكم وتأجيل الحكم في حلقة يوم الخميس اللي هو امبارح بالليل. بعد طول انتظار وطبعا كلنا مستنيين قدام الشاشات زي ما هو بيقول يعني، تمام، لقينا او اتفاجئنا ان رئيس نادي الزمالك مش هيطلع على القناه، وطلع في فيديو صغير وقال فيه ظروف معينه او ظروف خاصه منعتني واني مش ممنوع من الظهور على قناه الزمالك. ولكن بالفعل مرتضى منصور رئيس الزمالك ممنوع من الظهور على القناه، وده بسبب تداعيات الموقف، بسبب ان النادي الاهلي امبارح اصدر بيان ضد المجلس الاعلى او للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، واتهم فيه بشكل غير صريح المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بالتواطؤ مع رئيس نادي الزمالك، وقال اين انتم من السباب والاساءه الموجهه للنادي الاهلي يوميا على قناه الزمالك وبالتحديد في برنامج زملكاوي. حرفيا النادي الاهلي بيتهان ويساء اليه من شلة أشخاص لا يفقهون في كرة القدم شيء على قناة نادي الزمالك، منهم الشلة بتاعة هزين الرؤوس اللي انتوا عارفينهم، اللي هم يتكونوا من محمد رجب، منتصر الرفاعي، عبد الشافي باشا صادق زي ما بيقول مرتضى منصور، الفولي محمد الشرقاوي، وباقي الشله اللي انتوا عارفينها. ده غير مقدم البرنامج طبعا اللي بيفضل يسخنهم، وبيفضلوا يوميا يسيئوا للنادي الاهلي سواء باسقاط او سواء باتهامات غير مباشره او سواء بيجيبوا سيره النادي الاهلي بطريقه غير مباشره، وبيشككوا دايما في بطولاته وانجازاته، ولكن لا يفقهون في كرة القدم شيء. البرنامج اسمه زملكاوي ولكن بالفعل هو اسمه اهلاوي او اساءة للنادي الاهلي، واتهم النادي الاهلي المجلس الاعلى للاعلام بتواطؤه بسبب ان هو مش شايف او عامل نفسه مش شايف تجاوزات قناة نادي الزمالك يوميا سواء في النادي الاهلي ورموزه او سواء في شخص كابتن الاسطورة محمود الخطيب. وهدد وقال ازاي انتوا مش شايفين الاساءات دي، وازاي ما بتخص اي اجراء ضد الناس اللي بتسيء للنادي الاهلي يوميا. وده اللي احنا فعلا بنشوفه، ناس ما عندهاش فكره عن الكوره جايين بيقبضوا الافات كل شهر وملايين من قناه الزمالك او من نادي الزمالك علشان يطلعوا يشتموا في النادي الاهلي وفي كابتن محمود الخطيب. ولكن اكبر صدمه لرئيس الزمالك انه بالفعل اتمنع من الظهور امبارح على قناه الزمالك. والله بقى ما احنا عارفين ده سسبنس عشان يشوقنا او يحمسنا، ولا عارفين فعلا هو اتمنع من القناه، بس الاغلب ان هو اتمنع من الظهور على قناه النادي. وده كان ملخص اللي حصل امبارح يعتبر في الكوره المصريه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو وتستنى فيديوهات جايه كتير.